سلام البنات، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا قاع بخير وبصحه جيده. اليوم وصفتنا هي محبوبه الجزائريين. شكون اللي ما يبغيش البسبوسه؟ بسبوستنا تاع اليوم تجي بنينه بزاف، بنه الليم ونوات كوكو. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. نبدو بالشربات. معنا كاس قل ربع سكر، ديريه في كسرونه وديريه 2 كيسان تاع الماء يكونوا معمرين تاع الشوارب، وتجيبي طرونش تاع ليم، ما تكونش كبيره، تجيبي طرونش صغيره خاطش كي تكثري الليم يولي مر الشربات. وتخليه يغلي، كي يغلي تطفي عليه وتخليه ابار على جهه. ابري 2 مينيت مول اللي يغلي طفي عليه وخليه يبرد. ونروحوا للبسبوسه. 2 حبات تاع البيض. هاد البسبوسه تتحضر غير ب2 حبات بيض فقط، ما كبار ولا صغار ما يهمش. كاس قل ربع سكر. انا توجور نقص السكر، هي الوصفه يديروا كاس سكر، بصح من الاحسن توجور تنقصي داك ربع تربحي صحتك. ونخلطوا هاد المرحله، نخلطوا غايه، خلطي شويه حتى داك السكر تحسي به شويه داب. هاولا. ونجيبو مغرف صغيره تاع لافاني تكون ممتلئه. واصلي الخلط غير بالفوي. هاد البسبوسه الميزه اللي فيها تتحضر في وقت قصير، انا تعجبني بالخوف ندير هاك راهي واجده في 10 مينيت. ونجيبو نص كاس تاع زيت نباتي عادي، ما تفوتيش النص، الا يكون غير نص. نواصلوا الخلط، خلطي توجور بيان مده 5 دقائق ولا هكا كما راكي تلاحظي معايا، حتى توجور الخليط يولي ولا يولي سائل متماسك. طلعي الفوق ما يتقطعش، تما تعرفي باللي تحبسي التخلاط. عفوا. ونجيبو كاس قل ربع حليب يكون دافي شويه، ونواصلوا الخلط. حليب كي يكون دافي يعاونها باش تطلع، يعطيها داك الحجم. ونواصلوا الخلط. والبنه الاساسيه كاع في البسبوسه راهي هنايا في الليم. جيبي نص حبه تاع الليم وعصريها كومبلي، وتكون حبه كبيره. ونديروا هاد الاضافه اللي هي نوات كوكو، حوالي 3 مغارف كبار تاع نوات كوكو، خاطرش الليم يتمشى مع نكهه الليم، تتمشى مع نكهه النوات كوكو، تجي واحد البسبوسه بنينه بزاف. شنقول لكم جربوها ما غاديش تندموا عليها. ونواصلوا الخلط. هنا ما تخلطيش بزاف، غير قد ما تتلملك هكا. ونروحوا نجيبوا السميد الفان. هاد البسبوسه تحضر بالسميد الناعم جدا، كاس وربع سميد ناعم. تبدي بكاس وربع وصفيه سيرتو السميد الا قنصفوه. نزيدوا هذاك الربع. فوالا. بعد ما نصفوها السميد تاعنا، نجيبوا وحده لا ليفور شيميك كبيره تاع 10 غرام، ديريها كومبلي. واصلي الخلط. هنايا تاني غير قد ما تلميه. وتحضري السنيد تاعك تكوني دهناته غايه بالدهان، ولا ترشيه بالفرينه من الفوقه، و ميم طون تشعلي الفور تاعك تخليه يحمى مده 5 دقائق. فوالا. هنا البلاطو ماذا بكم ديروه شويه صغير، انا درت تاع 20 على 25، ماذا بكم صغروا شويه، بصح ما في هذا تجي بزاف وتقطع كميه كبيره، ماشي مشروط تجي عاليه بزاف. هالا كنت كبيها. هو توجور كي ديري السميد البسبوسه تشرب. نديرو كاس وربع. وشوفي الا لاحظتي قاعده توجور خفيفه، زيدي واحد 3 مغارف، ولا
الا شربت هذيك هي، الا حسيتيها تقالت سي بون راهي مليحه. هنا بعد ما طاب تحمريها غايه في الوجه تاعها، تشعلي عليها من تحت في الاولى ومن بعد من الفوق. تجيبي الشربات تاعك بعد ما تكون بردت تماما، تعصري عليها نص حبه تاع قارص اللي كانت باقيه. بهاد اللمسه تزيد البسبوسه تتشرب غايه بالليم. وهي حاميه تجيبي الصفايه ونكبو، تسقيها، كملي كاع هذاك الشربات. المقادير اللي راهي معانا مضبوطه نيشان، ما تجيك مشربه بزاف ما تجي ناشفه. ونديروا اللمسه الاخيره اللي هي التزيين. تجيبي شويه تاع نواه كوكو على حسب الرغبه، ونديروها من الفوق من السطح كما راكي تشوفي. هنايا بعد ما قطعتها قدمتها في صحن التقديم. شوفوا كيفاش جات، الصراحه جات خفيفه بزاف ومنعشه بالنتليم وزعما تاع وقتها. وفي الاخير ما بقى لي غير نقول لكم نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله، وتكونوا كاع بصحه جيده، وما تنسونيش الشيرات بالدعم، وبسلامه.